كنت قاعدة مع خطيبي لقيته مرة واحدة بيقول لي: بصي بقى، اوعي تفكري في يوم من الأيام إنك تسيبيني. انت عارفة أنا بحبك ومتعلقة بيكي قد إيه. وعينيه إيه، رايحة جاية ومتوتر جدا وقلقان. فقلت له: هو أنت بتقول كده ليه؟ يعني في إيه؟ ما أنا معاك أهو، مفيش مشاكل ما بينا وإحنا الاتنين بنحب بعض ومتمسكين ببعض. ايه كل شوية بقى تيجي تقولي نفس الكلمتين دول؟ انا زهقت. ما تقولي لو في مشكلة ما عندك او في مصيبة هتحصل بعد كده عرفني عشان ابقى مؤهلة عشان ما نتجوزش ونرجع نتطلق. قال لي: ايه ده؟ يعني هو احنا ايه هنتطلق؟ قلت له: انا بقولك لو في حاجة عرفها لي من دلوقتي علشان ما نتطلقش. قال لي: ايه ده؟ يعني انت عندك بقى استعداد انك تسيبيني ونطلق؟ قلت له: لا يا حبيبي والله مش قصدي، بس انت التوتر والقلق وكل شويه تقول لي الكلمتين دول وما تسيبينيش وما تعملينيش قلقني. فكده بقى اوفر قوي زياده عن اللزوم لدرجه ان ماما اساسا يعني جت في مره من المرات قالت لي: هو انت مش ملاحظه ان هو تعلقه بيكي مرضي؟ قلت لها: عادي يا ماما، ما هو اللي بيحب حد بيبقى متعلق بيه. وبعدين ما تنسيش يعني يا ماما انه مامته توفت وهو صغير و... وفقد الحنان والحنية، فلقى معايا بقى الحب وعوضته يعني برضو عن إن مامته مش موجودة وكده. فقالت لي: اه تصدقي هو كلامك مقنع، بس انا برضو حاسه ان هو في حاجه غلط بتحصل. قلت لها: بصي يا ماما، انا بتعامل معاه وهو بيحبني بس زياده عن اللزوم وبتاع وبيخاف عليا وانا بحبه وبخاف عليه، ودي حاجه تبسطك وتبسطني. ما تخليناش نتقلق ولا نزعل ولا حاجه. فقالت لي: طب يا بنتي خلاص، انت اللي بتتعاملي معاه وانت ادرى بيه. فجه بقى لما لقيته الموضوع بيزيد وكل شويه يقول لي: اوعي تسيبيني وانا بحبك، واوعي تضحي بيا، وانت عارفه انت بالنسبه لي ايه، وانت ماما وانت بابا وانت انور وجدي، والكلام اللطيف ده كله. برضو كنت بترجمه دايما ان هو متعلق بيا علشان مامته توفت وهو صغير والكلام اللي انا قلته ده كله. المهم عديت الموقف وايه وخلاص وسكتنا على كده، وقلت هو اكيد لما